محدش ما بيحبش البانكيك، وعلشان بناكل منه بكميات كبيرة تعالوا نحضره بطريقة صحية وبدون دهون في خطوة واحدة بس، وكمان في الخلاط ضفت عليه مكون وحقيقي فرق في الطعم والقوام والريحة، خفيف وطري ومشبع جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. اجيب الخلاط بتاعي واضيف عليه كل المكونات. معايا حبتين من البيض، نص كوبايه من الحليب الدافي، كوبايه الا ربع من الزبادي اللايت، معلقه صغيره من الفانيليا، ذره من الملح، 3 معالق كبار من عسل النحل، معلقه صغيره من البيكنج باودر والقرفه، وربع معلقه صغيره من الهيل الباودر. اهم مكون واللي حقيقي فرق في الطعم والقوام ربع كوبايه من السوداني، اوعوا تستغنوا عنها. دلوقتي معايا كوبايتين من الشوفان الحبه الكامله، هستخدم كوبايه اضيفها على المكونات في الخلاط، وهسيب الكوبايه التانيه علشان بتظبط القوام بعد ما اخلص خالص. اخلط المكونات كويس جدا لحد ما تكون ناعمه خالص بنفس الشكل ده. دلوقتي هضيف كوبايه الشوفان واقلب كويس قوي، واسيب الطبق لمده دقيقتين بس. اصغر طاسه عندكم وعلى درجه حراره هاديه جدا، وهضيف عليها نقطه بسيطه جدا من الزيت النباتي. اقلب الخليط قبل ما احطه على النار، واضيف كده حوالي معلقتين كبار. اسيب كده البانكيك على النار لحد ما يعمل بابلز معاكي، تعرفي وقتها ان هو استوى من جوه. على طول هتقلبيه على الجنب التاني، ويا دوب ياخد لون ذهبي فاتح تشيليه على طول من على النار، تحطيه في الطبق وتغطي الطبق علشان ما ينشفش، وتستمري بقى لحد ما تخلصي الكميه كلها. طعمه حلو جدا وريحته حلوه قوي ومشبع. انا قدمته مع التفاح والفواكه المجففه. بألف هنا وشفا، واشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي.